اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يعني ايه لازم. يا جماعه المره اللي فاتت اتكلمت معاكم على ان الحلقه اللي فاتت والحلقه دي هنتكلم على حاجات ليها علاقه بالاجازه اللي جايه والفتره اللي احنا فيها هننزل ونسافر، والمثلا ما شافش اهله بقاله فتره هيرجع تاني وكل الكلام ده كله. وبالمناسبه السعيده دي احب اقول لكم ان الحلقه اللي عجبتكم قوي اللي احنا عملناها المره اللي فاتت اللي هي كانت بعنوان يعني ايه لازم نبقى عيله مترابطه واحنا مش مترابطه خالص، عملنا لكم عليها جزء تاني. والسبب في ان انا عملت عليها جزء تاني هو ان احنا نازلين على الاجازه و... 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 وانا قلت انه هعمل حلقه خفيفه ظريفه هنتكلم فيها على الموضوع ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، واديكوا شويه تيبس اند تريكس ازاي نتعامل مع الضغط المجتمعي والضغط اللي بيجي مع ان الناس اللي بتنزل تقعد مع اهلها فتره طويله او فتره الاجازه، بحيث ان احنا لا نزعلهم ولا احنا كمان نزعل. فالحلقه دي محتاجين كده ايه نقعد كده قاعده بالراحه واحده واحده جدا علشان نقضي الاجازه واحنا مبسوطين من غير اي مشاكل، لا احنا نرجع متضايقين وتعبانين ولا ان احنا نتعبهم ونضايقهم ولا نحط توقعات ولا هم يحطوا توقعات، ولا يعني هديكوا الزتونة في الموضوع ده. فواحدة واحدة كده ايه معايا واحدة واحدة. يعني ايه لازم نبقى عيلة مترابطة واحنا مش مترابطة خالص؟ انا ما عنديش اجابة على السؤال ده بس ممكن يبقى عندي اجابة في اخر الحلقة. تمام، يلا بينا. عمركم يا جماعة حسيتوا ان انتوا لما مثلا بتنزلوا بيت اهاليكوا او بترجعوا بلدكوا وتروحوا البيت اللي انتوا اتربيتوا فيه، ركزوا معايا عشان الاحساس ده محتاجه ان انتوا تركزوا معايا فيه. عمركم حسيتوا ان انتوا لما بتخشوا البيت وبتقعدوا في البيت ده بتحسوا ان انتوا رجعتوا اطفال زي ما كنتوا؟ نسخه قديمه منكم بترجع تاني، انت هنا تاني، انت في المكان اللي حصل معاك كل الحاجات اللي حصلت معاك فيه، بترجع اللي هو ايه ده، ايه الاحساس ده، حصلت ولا ما حصلتش؟ ده مش عشان انت دلوقتي او انت دلوقتي مش اتغيرتي كفاية او ان انتي ضعيفة او ان انتي مش متطورة كفاية او ما تغير، دي حاجة بيولوجية جدا. انا هقول لكم ليه. اول خطوة علشان نفهم الداينامكس اللي بتحصل حوالينا هو ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل اصلا. وزي ما انا اتكلمت معاكم في الحلقة اللي فاتت، انا هتكلم معاكم على الموضوع ده النهاردة. هو ان انا مش هتكلم على الناس، انا هتكلم علينا احنا كاشخاص. تمام، هنتكلم على الموضوع ده من غير احكام، لا علينا ولا عليهم، لا على البيئة المحيطة ولا علينا. تمام، احنا بنحبهم وهم بيحبونا وبيتعبونا واحنا كمان بنتعبهم، كله في نفس الوقت. تمام، يلا بينا. يلا بينا نبتدي قصة صغيرة. صاحية من النوم، حضرت شنطتك، متحمس، هننزل اجازة، هنشوف اهالينا، هنتبسط، اجازة سعيدة، اجازة معرفش ايه. نزلنا، عدينا مرحلة ال الأشواق وإن هما وحشنا وإن إحنا وحشنهم وبعدين دخلنا نمنا وصحينا اليوم اللي بعد منه قاعدين بناكل مع بعض. تمام. انت بقى رحت الأجازة دي أو نزلت تشوف أهلك بمزاجك مش بمزاجك، غصب عنك، بإرادتك، وحشينك مش وحشينك، ده موضوع تاني. بس خلاص احنا ايه هناك، احنا وصلنا في البيت اللي احنا تربينا فيه ودلوقتي عندنا اجازة هنقضيها مع اهالينا. ابتدى مع الوقت يعدي، كلمة بتتقال مش على مزاجك، سؤال بيتسأل مش على مزاجك، كومنت بيتقال مش على مزاجك، نظرة، صمت، إهمال، باترنز عمالة تتكرر تاني. فجأة حسيتي ايه ده مش انا نور بتاعت امبارح، او انتي بتاعت امبارح اللي كانت متحمسة اللي كانت في المطار، دي مش انا دلوقتي. انا ايه الاحساس اللي عندي ده؟ انا حاسة ان انا فجأة حسيتي ان انتي البنت الصغيرة اللي كانت عايشة في بيت اهلها من 20 سنة. ايه اللي اتغير؟ انا ازاي حاسة بكده دلوقتي؟ ايه ده؟ لا ده مش انا كبرت، انا اتجوزت، انا اشتغلت، انا اتغيرت، انا سافرت، انا رحت، انا كل الحاجات دي اختفت فجأة. وفجأة حسيتي ان انتي رجعتي تاني البنت اللي عندها 17 سنة اللي عايشة مع اهلها.
وردود افعالك على اللي بيحصل مش ردود افعال الشخص اللي انت فيه حاليا، ردود افعال الطفل اللي بتاع زمان. فبتلاقي نفسك في كومنتات بتتقال، لو انت اتقال الكومنت ده بره البيت او مع اشخاص تانيين ممكن تردي ردود تانية خالص. لو حد حاول يستفزك مثلا بالمنظر ده بره، انت ممكن تعدي الموضوع عادي او تردي برد تاني. لو حد سأل السؤال ده وهو انت مش عايزه تجاوبي هتردي. بس وانت في البيت او انت في البيت بتلاقي نفسك بترجع ترد بنفس الطريقه اللي انت كنت بترد فيها من 20 سنه. اي حاجه بقى بتحصل اللي هو ردود دفاعيه، تتعصب، تتزرزر، تلاقي نفسك اتحركتي، اتكسفتي، عايزه تقولي حاجه مش عارفه تقوليها، عايزه تردي رد معين مش عارفه ترديه، مش عارفه انت مش لاقياه، مش لاقياه جواكي اصلا، مش موجود الرد ده. هو اللي موجود هو ديفنس، هو رياكشن على طول. فبتلاقي نفسك حد تاني خالص. يعني انا مش ان انا مش يعني انا مثلا فكرت في رد معين وكنت عايزه اقوله ومعرفتش اقوله، انا لقيت نفسي على طول برياكت. اتقال لي كلمه مش ظريفه مثلا فرحت على طول اتعصبت. طب ما هي انا مثلا لو انا في حياتي تانية، لو انا في حياتي بقى اللي انا عارفاه، انا ما كنتش هتعصب على حاجه زي دي. انا كنت مثلا لو حد سألك على سؤال شخصي، حاجه شخصيه جدا مثلا تخصك، انتي في مكان تاني مع اشخاص تانيين هتعرفي جدا تقولي لا مثلا دي حاجه شخصيه انا مش حابه ان انا عايزه اتكلم فيها. بس في السيتنج ده مع الناس دي في المكان ده هتلاقي نفسك اتعاملتي بطريقه دفاعيه جدا، رديتي رد مختلف جدا. طب ليه بقى؟ وبعديها بساعتين 3 وانتي نايمه بالليل تبداي بقى الجلت، احساس بالذنب. طب انا ليه رديت كده؟ طب انا ليه اتعصبت كده؟ طب انا ما كانش ينفع ان انا اقول كده؟ هو انا ليه عملت كده؟ انا ليه كنت حاسه كده؟ انا ليه كنت حاسه ليه؟ طب ما دول اهلي. طب ما انا كان المفروض ان انا ابقى احسن. طب المفروض ان انا ابقى كويسه. طب المفروض ان انا كنت اعمل كذا. كان المفروض جلد. وانتي اصلا مش فاهمه هو ايه اللي متغير فيكي، وايه اللي متغير فيك ان كل حاجه بتتغير كده فجاه. يعني انت كنت اقل من 24 ساعه كنت بني ادم تاني خالص. تمام. بس هنا قبل ما نتكلم على اللي بيحصل وليه بيحصل، مهم جدا ان احنا نقول نقطه مهمه جدا جدا جدا. الكلام ده صح، بس زي ما هو صح الكلام اذاكي، ودي برضو حاجه صح. زي ما لو انتي مثلا اتصرفتي بطريقه مش كويسه او ان انتي اتعصبتي وانتي اصلا في الطبيعي مش بتتعصبي، ده ممكن يكون صح ان ده كان غلط، ما كانش ينفع تتعصبي. لكن الناحيه التانية واللي انا جايه اقولك عليها دلوقتي ان انتي حصل هنا اذى عندك، انتي حصل اذى، لازم نأكنولج الاذى ده برضو. زي ما دي فاكت، زي ما كانش المفروض انك تعملي كده، زي ما برضو الناحيه التانية انتي اتأذيتي، والموقف اللي حصل، الكلمة اللي اتقالت، السؤال اللي اتسأل، أي حاجة اتحصلت الناحية التانية. فأنا عندي هنا وعندي هنا، وجس وات الحاجتين ممكن يكو اكزيستوا عادي مع بعض. مش عشان أكنولج ده ألغي ده، ومش عشان أكنولج ده ألغي ده. بس عشان نفهم إيه اللي بيحصل محتاجين نرجع شوية ورا في حاجة اسمها الذاكرة العاطفية. يعني مخنا البشري عنده القدرة إن هو يحتفظ بالتجارب العاطفية أكتر بكتير جدا من التجارب التانية. بمعنى إيه؟ لأن أي معلومات ممكن تتنسي، يعني أي معلومة في الدنيا ممكن تتنسي، لكن المعلومة اللي معاها إحساس، وخاصة الإحساس ده لو اتكون وإحنا صغيرين أو اتكون وإحنا لسه في بيت أهالينا، ده بيفضل محفوظ في جزء من مخنا ومش بيروح. ده بقى ما بيعرفش يفرق، الجزء ده في دماغنا ما بيعرفش يفرق ما بين الماضي والحاضر. هو ما بيعرفش. هو لو اتكرر حاجة كانت موجودة قبل كده هو بيعتبر نفسه راجع تاني في الماضي عادي جدا. نفس المكان، نفس الروايح، نفس الأشخاص، ده معناه بالنسبة له حاجة واحدة بس، نفس الريسبونسز. أنا قاعد في نفس المكان، أنا شامم من نفس الروايح، أنا قاعد على نفس الحاجات، نفس الأشخاص، عقلي مسج واحدة،
يبقى احنا لازم ندي نفس الريسبونس. بيولوجية، دي حاجة بيولوجية بعيدا عن تحكمك وتحكمي وتحكم أكتر حد فينا جامد جدا. يعني أنا لما برجع لبيت أهلي، أنت بترجعي لبيت أهلك، أنت مش بترجعي لمكان، أنت بترجعي لحقبة زمنية. ماشي؟ طرق معينة، ريسبونسز معينة اتعلمتيها وانت في الحقبة الزمنية دي، هتلاقي نفسك بترجعي تعمليها تاني. بمعنى أنا مثلا اتعلمت عشان أحافظ على نفسي في الوقت ده إن أنا أسكت، فلو أنا شخص دلوقتي مش بسكت، لا أنا هرجع أسكت عشان أحافظ على نفسي. ما أنا عقلي حافظ بقى الموضوع ده، خلاص أنا عقلي عمال يرجع يعمل نفس الباترن القديمة تاني. هسكت عشان السكوت زمان كان أمان، فأنا هسكت دلوقتي. هتعصب عشان العصبية زمان كانت دفاع عن النفس، فأنا هتعصب حتى لو أنا دلوقتي شخص مش عصبي. هبتسم لأن الابتسام زمان كان وسيلتي للهروب، فأنا هرجع أبتسم حتى لو كل ده مش موجود دلوقتي. بس الأنماط دي، الأنماط اللي انت بتعمليها دي أو اللي انت بتعملها في بيت أهلك دي، هي اتكونت على مدار سنين. وده على فكرة كان ذكاء مش ضعف. يعني ايه ذكاء؟ يعني دي كانت طريقتك أو طريقتك عشان تحمي بيها نفسك ساعتها، عشان تتجنبي بيها الداينامكس اللي كانت بتحصل ساعتها. فدي كانت الديفنس ميكانيزمز بتاعتك، فبالتالي عقلك رجع يعملها تاني. نقطة من أول السطر. انت كبرت، أصل أنماطك بتاعت زمان فضلت هي. انت اتغيرت دلوقتي، بس ايه اللي حصل زمان؟ هو حصل زي ما هو، ما حصلش اي حاجه فيها اتغيرت. وهنا مهم جدا ان احنا نفهم حاجه، في حاجه اسمها الفاميلي سيستم. كل عيله في الدنيا دي فيها هي منظومه، ماشي، ادوار، هي ادوار اتوزعت من زمان، انماط. المنظومه دي عندها خاصيه واحده مهمه جدا 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 جدا، وهي ان هي بتقاوم التغيير. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا لما بكبر، انا لما بتغير، انماطي دي بتختلف، بس المنظومه دي مش سامحالي ان انا انماطي تختلف. ليه؟ لان هما مش هيكونوا مبسوطين بالتغيير ده، مش لان هما وحشين ومش لان هما عايزين يأذوك، بس لان التغيير ده بيكسر الروتين اللي الكل اتعود عليه، فبالتالي في مقاومه للتغيير، فبالتالي في ضغط يرجعك لدورك القديم في المنظومه دي. طب يعني ايه دوري القديم؟ الدور القديم اللي انت عارفاه ممكن جدا يكون ان انت دورك في المنظومة دي هو ان انت البنت الشاطرة، الاخت الكبيرة، البنت الهادية، حلالة المشاكل، الكبير، المسؤول، الهادي، الطيب اللي الناس كلها بتروح يحل لهم مشاكلهم، الصغير اللي محدش بياخد رأيه في حاجة. هي دي كان دورك في المنظومة بتاعت الأسرة دي من زمن الزمن. ده الدور اللي اتبنت عليه المنظومة دي. فهم دلوقتي هم مش عايزينك تتغير، انت هترجع تاني تاخد دورك ده كما عهدنا عليه، كما وجدنا عليه آباءنا. الدور ده اتحدد لك من زمان، انت ما اخترتوش، بس انت اتعلمت ازاي تلعبه لان هو كان مطلوب. فانت دلوقتي لو انت قررت ان انا مش عايزه اكون الشخص اللي كل الناس بترمي عليه المسؤوليات، انا مش عايزه اكون الكبيره اللي الكل معتمد عليها، انا خلاص انا سبت الدايناميك ده، انا ما بقيتش عايزه اكونه، انا كبرت خلاص. انا دلوقتي بقيت شايفه ان الدور ده انهكني سنين طويله، وانا خلاص طلعت من المكان ده، وان انا خلاص بقيت شايفه ان العلاقه مع اخواتي ومع مامتي ومع بابايا بقت لازم تبقى هات وخد. ما ينفعش ابقى انا الشخص اللي الكل بيرمي عليه همومه، ما ينفعش ابقى انا مثلا الصغير اللي في العيله اللي محدش بيسمع له ولا حد بياخد رايه ولا حد بيساله. ما ينفعش انت الشخص او انت الشخص ده، خلاص انت اتغيرتي، لكن المنظومه بتاعت العيله هي مش قابله ان انت تتغيري، ورافضين ده، وهيحاولوا بكل الطرق والاساليب وكل المواقف اللي هتحصل في الاجازه وكل المواقف اللي هتحصل بسبب القرب
جدا معاهم ان هم يرجعوكي تاني لدورك القديم، مش عشان هم مش بيحبوكي ولا عشان هم مؤذيين ولا عشان هم اي حاجه، غير عشان هم ده اللي اتعودوا عليه منك. وعشان كده في اول الحلقه لما قلنا انا النهارده مش جايه ابليم حد ولا جايه اقول هم وحشين او انتي وحشه، انا جايه اقول ان العامل اللي هيسبب تغيير في الايكويجن دي هو انتي وانتي او انت. ازاي يبقى عندنا الجرأة الكافية والشجاعة الكافية ان احنا نتكلم في الحدود بتاعتنا، وان احنا نقول الحاجات اللي اتغيرت فينا والحاجات اللي احنا قابلينها دلوقتي او الحاجات اللي احنا مش قابلينها دلوقتي، ونحاول ان احنا نبقى اوير باللي بيحصل. المواقف اللي بتحصل هتلاقيها بتيجي في صورة ايه؟ هتلاقيها بتيجي في صورة الحدود اللي هتتمسح، اللي احنا حدود بقى، حدود جسدية، حدود في المكان، حدود حدود في كل حاجة. الأوضة محدش هيتخبط، هنخش عليك عادي، هنتدخل في حياتك عادي، هنسألك أسئلة شخصية عن حياتك عادي، هنسألك عن شغلك، هنسألك عن فلوسك، هنسألك عن صحابك، هنقولك تشوف مين ونشوفش مين، هنقولك انت بتعرف تعمل ايه. يعني الحدود مش هتبقى موجودة. تعليقات على كل حاجة، لو انتي أم وعندك ولاد توقعي ان هيبقى فيه تعليقات على طريقة تربيتك لولادك لأي حاجة مختلفة عن اللي هما متعودين عليه، انتي هتنتقدي عليها، توقعي ده. تعليقات على شكلك، تخنتي، خسيتي، حلويتي، وحشيتي، مش عارفة ايه، لبستي، تعليقات على شكلك. الفلوس والماديات، تدخل في حياتك الشخصية، التأنيب طول الوقت. وطول الوقت انت هتفضلي تحسي ان انت علشان ما تخشيش في الدايلاما دي انت محتاجه ان انت تكفي احتياجاتهم، محتاجه انك انت تقولي لهم وتردي عليهم، بس ده كله الناحيه التانية بيبريتش عندك حاجات مهمه جدا. كل المشاهد دي كلها وكل الحاجات اللي هتحصل دي كلها هي مش جايه من حقد ولا جايه من ناس بيكرهوا ولا جايه من الكلام ده كله. الضغط العائلي اللي بيعملوه الناس دي عليكي او عليك هو جاي من جرح قديم عند الناس دي. يعني الناس دي اوريدي عندهم بقى المنظومه العائليه بتاعتهم اللي هي جايه من ناحيه باباهم ومامتهم، اتكون من هم صغيرين. يعني مامتك النهارده لما تعلق على جسمك وتقولك ان انت تخينه، وغالبا حد زمان قال لها ان هي تخينه. باباك النهارده لما يجي يقولك اهميه ان انت يضغط عليك في الشغل وينتقدك في الشغل وينتقد ادائك في الشغل وينتقد فلوسك وينتقد مادياتك وينتقد الكلام ده كله، ده بسبب ان هو رابط قيمته بالانجاز. في حد عمل معاه كده في يوم من الايام، هو بنفسه عامل كده لنفسه مع نفسه. بس هل ده عذر؟ هو لا، ده مش عذر. بس الفهم للموضوع ده بيغير حاجات كتير، هيخليك تشوف ان الألم اللي بيجيلك من الناس دي هو مش موجه ليك. هو انا مش عايزه اذيك، هو ألمهم هم يعني هم their own pain، هم ألمهم هم اتحرك في اتجاهك. هم ألمهم هو موجود وعمال يتحرك، هو شافك فاتحرك في اتجاهك. تمام؟ طب هنعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نقضي اجازه سعيده على راي اسمها ايه ابو السعود؟ يلا نقضي اجازه سعيده. هنعمل ايه؟ اول حاجه اقعدي مع نفسك كده يا ست الكل، واعرفي كويس قوي انت عايزه ايه من الاجازه. ايه الحاجات النون نيجوشيبلز اللي انت عايزاها من الاجازه؟ مثلا عايزه لحظات معينه مع اهلك. انا مثلا عندي فيجن كده ان انا عايزه انزل افطر مع بابا وماما في الترابيزه بتاعه المطبخ. عندنا ترابيزه في المطبخ جنبها شباك حلو يبص على البحر، انا عندي قرار انا عايزه انزل افطر هناك. ماشي؟ لحظات معينه انت عايزاها، وقت لنفسك انت عايزاه، حاجات معينه عايزه تروحي تشوفيها، تتفسحي، ناس معينه عايزه تشوفيهم، ايا مكان. نحدد الاولويات. خلاص عرفتي الاولويات، تمام، بقت كلير بالنسبه لك. دلوقتي عندك بوصله، كومبس، تمام، نمشي عليها بقى بدل دوامه التوقعات اللي هو انا نازله خدوني يلا ده يشد وده يشد وده يشد وده يشد وده يشد. نو، انا عندي حاجات 1 2 3 4 مثلا، مش همشي من هنا غير لما اعملهم، هعملهم. تمام. اتعلمي رقم 2، وتعلم تفرقوا كويس جدا ما بين المعارك اللي هنخشها. بمعنى ايه؟ بمعنى
مش كل تعليق هنرد عليه، مش كل سؤال هنرد عليه، مش كل كومنت هنرد عليه. مهم جدا ان احنا نفهم ان في نسخة مننا تانية موجودة دلوقتي. انا خلاص عرفت ان انا بوجودي في المكان القديم ده بيرجع مني نسخة قديمة. ايه اللي هيخليني واعية بالنسخة القديمة؟ اول ما افتكر المعلومة دي ان انا دلوقتي اللي ماسكة الشيفت نسختي القديمة، حاجة very simple، ان انا هختار مش هرياكت. ركزوا بقى معايا في النقطة دي، مهمة جدا. انا النهاردة خلاص انا دلوقتي اوير ان انا نازلة بيت اهلي وان في نسخة قديمة مني هتطلع. هل الحل ان انا افضل احارب عشان هي متطلعش؟ هي هتطلع. تمام. اللي هيفرق ما بين حد واعي وحد مش واعي، حد عنده قيمة لنفسه اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، وحد ما عندوش. ان الشخص اللي عنده قيمة بنفسه ده هيبقى واعي ان في نسخة قديمة موجودة. النسخة القديمة دي بترياكت، بتشتغل على الامبلس. حد بيعمل معاها حاجة على طول تشك ترد بالامبلسز اللي هي متعودة عليها زمان، اللي كان ليها معنى بالنسبة لها. طب دلوقتي بقى ايه؟ نور الكبيرة دخلت. نور الكبيرة هتعمل ايه في السيتويشن ده؟ هل هتهيت على نور الصغيرة؟ هل هتنتقد نور الصغيرة؟ خالص. احنا هنفكر نور الصغيرة ان احنا عندنا ميزة الاختيار. عندنا ميزة الاختيار. احنا هنختار نعمل ايه. نختار نرد ولا مش هنرد. هنختار نتضايق مش هنتضايق. هنختار نتعصب مش هنختار. احنا هنختار. وطول ما انتي او انت بتختاروا انتوا تمام. مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين. انا مثلا لو عندي برايورتي في الاجازه ان انا اخرج مع اصحابي، يبقى انا هخرج مع اصحابي بكل بساطه. انا لما بخرج مع اصحابي انا مش بسرق وقت من اهلي. انا اتعلمت او نسختي القديمه شايفه ان انا وقتي ده ملك لعيلتي، بس دي باترن، ده مش حقيقه، ده نمط. الحقيقه هو ان انا ممكن اختار انا عايزه اعمل ايه. ولادي، عندي طريقه معينه في تربيه ولادي، عندي سيستم معين في تربيه ولادي. انا ممكن اختار حسب الموقف. في ناس شايفه حصل موقف مثلا ان حد انتقد حد من ولادها، انا مش جايه النهارده اقول لك اعملي كذا قولي كذا، انا جايه اقول لك تيون تو يور سيلف. بمعنى ايه؟ انا قاعده مثلا، هديكي مثال، انا قاعده مثلا بنتي ما اتكلمتش عربي، ما بتعرفش تتكلم عربي كويس، او بتعرف تتكلم عربي بس هي بتتكلم عربي مكسر. اما جت واحده قالت، واحده من الناس اللي بيعملوا لي تريجرينج في العيله، جت قالت هي بنتك ليه ما بتتكلمش عربي كويس؟ دلوقتي انتي بنسختك القديمة هتلاقي نفسك عايزة ايه؟ تقومي تنطي كده وتهبشي وخلاص. بس نسختك الواعية هتعمل ايه؟ هتفكر نسختك القديمة ان احنا من حقنا نختار نرد ونقول ايه. مش نسختك الجديدة هتقول نسختك القديمة ما ترديش، لا. نسختك القديمة عايزة ترد، بس هتبقى رد فعل مش هتشغل دماغها. فنسختك الجديدة هتيجي تقول ايه؟ لا احنا ممكن نختار، هنأسس. حسيتي ان الكلمة دي محتاج يترد عليها، هنرد عليها. حسيت ان الموضوع ممكن يعدي عشان مكبري دماغك وعشان اللي بيتكلم ده اوريدي بيتكلم عن حاجة ناقصة جواه. لما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان لما يجي حد يقول لنا اي كومنت وحش هو بيطلع اللي جواه. ايه اللي ممكن يخلي واحد عاقل ناضج كبير كده يجي يقول لك كومنت وحش الا لو كان هو بيبروجكت حاجة من جواه. نسختك الجديدة حست ان لا الموقف ده محتاج يترد. يعني مثلا قالت كلمة وحشة عن بنتك قدام بنتك، قالت لك ايه ده؟ هي ايه الوحشة دي؟ جايبة الوحشة دي منين؟ انا مثلا نور الكبيرة ما ينفعش بنتي تسمع كلمة زي دي، لان انا بنتي لو سمعت كلمة زي دي معناه ان انا بأكد على الكلام. نور الصغيرة كانت هتقوم تاكلها، نور الكبيرة هتقوم تاكلها عادي. بس مثلا لو الكلمة اتقالت مثلا هي ما بتتكلمش عربي ليه، نور الكبيرة شايفة ان ده ما يعبناش في حاجة. ومش ما يعبناش في حاجة، ده ما يستاهلش ان انا اعمل عليه مشكلة او ان انا ارد رد ما يعجبهاش، فهكبر دماغي. بس نور الصغيرة كان ممكن تقوم والديفنس والتحك اللي غالبا نسختك الصغيرة هتبقى عايزة تعمله.
فهمتي الفرق؟ فأسس الموقف يستاهل ولا ما يستاهلش، بس تفتكري طول الوقت ان انت عندك حرية الاختيار، وانك انت مش بترياكتي على الاستيمولس. احنا مش بنرياكت على التريجر، احنا شايفين ان نسختنا القديمة موجودة، اهلا وسهلا، هاي نورتي الدنيا، شايفينها، لكن احنا واقفين ما بينها وما بين ايه؟ ردود الافعال. احنا هنفكرها طول الوقت ان هي عندها حرية الاختيار. تمام. من الحاجات المهمة التانية اللي انا عايزة انصحكم بيها هو انه في الاجازات انا عارفة ان الروتين بيبوظ نهائي، كل حاجة احنا متعودين عليها بتبوظ كلها، ده من اكتر الحاجات اللي بيخلينا مش ستيبل. فنحاول ان احنا نخلي اتليست حاجه من الروتين موجوده. الحاجه دي ممكن تكون انك انت بتنزلي تعملي رياضه الصبح مثلا، لو انت متعوده تعملي رياضه الصبح تنزلي تفضلي تعملي كده، تمشي مثلا نص ساعه. شايف الموضوع من بره يبان تافه بس هو مهم. لو مثلا بتحبي تعملي جورنينج تفضلي تعملي جورنينج، هاتي الكتاب بتاعك اللي انت بتحبيه عشان خاطر يساعدك تعملي جراوندنج، يفكرك بنسختك الجديده. لو انا بحب اقرا كتاب معين مثلا هاخده معايا، لو انا مثلا بحب اسمع اغاني معينه هجيب السماعات عشان اميك شور ان انا اسمعها كل في اليوم ده. لو انا بحب انزل اتمشى الصبح هنزل اتمشى الصبح. مش لازم اعمل كل روتيني ومش لازم افقد كل روتيني. شايفين انا فين؟ مش هعمل كل حاجه انا متعوده اعملها لان اكيد انا مش في المكان بتاعي، ومش هفقد كل حاجه انا متعوده اعملها برضو، عشان انا لما بفقد كل حاجه انا متعوده اعملها انا ببقى on unstable ground. فايه؟ همسك في النص. تمام. والنهارده انا هختم بالحقيقه اللي بدأنا بيها، بس الفرق انه من زاوية تانية. الاجازة مع اهالينا بترجعنا اطفال، تمام، دي حاجة مش هتتغير، دي نسخة قديمة موجودة مش هتتغير، بس في فرق ضخم وانا مش قادرة اقول لكم قد ايه هيفرق معاكم ان احنا نرجع اطفال من غير ما نحس، وما بين ان احنا نحس بلحظة الرجوع دي ونقرر بوعي احنا هنتصرف ازاي. لان الفرق مش في الموقف، هو الموقف هيحصل، بس الفرق فينا احنا، فيكي انتي او فيك انت، ومعرفة قيمتك او معرفة قيمتك. الحلقة اللي انا اتكلمت عليها في الموضوع اللي انا اتكلمت عليه في الحلقة اللي فاتت، ولو لسه ما اتفرجتوش عليها ارجعوا اقفلوا الحلقة دي دلوقتي وارجعوا اتفرجوا على الحلقة اللي فاتت دي تاني. Remember who you are. Remember who you are. افتكري قيمتك، افتكري انتي مين. ليه؟ لأن الإنسان اللي عارف قيمته لما بيرجع طفل بيعرف يلاحظ إنه رجع، وده لوحده كافي إن إحنا نبتدي نختار. افهمي إن إحنا لما نحب أهالينا ونتعب منهم ده مش تناقض، ده عادي. إن هما يبقوا وحشين، إن هما يبقوا وحشينك أو وحشينك جدا، وفي نفس الوقت شايلة هم الأجازة وشايلة هم الداينامكس اللي هتحصل في الأجازة، ده عادي. إنك تتمني إنك تبقى العلاقة تبقى أحسن، لكن برضو تبقي فاهمة إن الواقع ده مش في إيدك لوحدك، ده برضو عادي. تاني هقول نفس الثلاث حاجات تاني. إنك تتحبي أهلك وتتعبي منهم ده مش تناقض. إن هما يكونوا وحشينك قوي أو وحشينك قوي لكن شايلة هم الأجازة قوي، ده مش تناقض. إنك تكوني تتمني إن العلاقة معاهم تكون أحسن بس برضو تبقي واعية إن القرار ده مش في إيدك لوحدك، ده برضو مش تناقض. التناقضات دي إحساسك إن ده متناقض وإن الإحساس ده ما ينفعش مع الإحساس ده، هنا إنسانيتك وإنتي مش محتاجة تحلي ده واقع. أنا ما عنديش إجابة على إزاي نبقى عيلة مترابطة وإحنا مش مترابطة خالص. أنا ما عنديش إجابة. أنا لو عندي هدف النهاردة من الحلقة دي هو إن انتوا تعرفوا نفسكم كويس جدا، تعرفوا قيمتكم كويس جدا، بما يكفي إن انتوا تعرفوا تحموا إزاي نفسكم من الحاجات الوحشة اللي ممكن تحصل في الأجازة، وترجعوا من الأجازة وانتوا بخير، وده كفاية. أشوفكم الحلقة الجاية.